في سياق آخر، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن الحكومة الجزائرية لا زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات قضية وفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي بفرنسا، مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتنا الوطنية في أوقات الشدائد والمحن. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أنها علمت بصدمة واستياء بوفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي وبظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة، معربة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد، حيث تؤكد لها أن الجميع في الجزائر يشاطرها حزنها وألمها. وجاء في البيان أن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنون في بلد الاستقبال الذي يقيمون به. تحية الجزائر، تحية الشهداء، تحية الجزائر. Vive l'armée algérienne. On est là les Algériens, on est là مرحبا بالجزائر. السلام عليكم. صحة عيدك صحة عيدك صباح. l'indépendance de l'Algérie aujourd'hui. Toujours, on est là, toujours. Vive les Algériens, vive l'Algérie, toujours. تحية الجزائر، تحية المؤسسة العسكرية، تحية عميد الكل. On est là، يسقطوا الخونة، تحية الجزائر. Rappeler l'Algérie à son devoir de non-ingérence, si elle croit pouvoir s'inquiéter pour ses ressortissants présents en France. Rappeler l'Algérie à son devoir de non-ingérence, si elle croit pouvoir s'inquiéter pour ses ressortissants présents en France, qu'elle n'hésite pas à les récupérer, à commencer par ceux qui violent les lois de la République française.